وكمان العروس كمان العروس 1000 مرة 1000 مرة كمان 1000 مرة كمان 1000 مرة وأهل العروس وحبايب العروس وحبايب العروس أنا وأنت وأنا وأنت. العريس وكمان العريس وكمان العريس وكمان العريس وكمان العريس 1000 مرة 1000 مرة وأهل العريس وأهل العريس وأهل العريس وأهل العريس وحبايب العريس وحبايب العريس وأنا وأنت. أنت هو فين العريس؟ فين العريس؟ تمثيلية كتبها للإذاعة عبد الوارث عصر ويخرجها يوسف الحطاب. انت قاعد هنا يا استاذ عبد المجيد وسايب الناس بره. ايوه يا شيخ متولي، قاعد جنب التليفون. كلمت العريس؟ المأذون مستعجل وراه كتاب تاني، الحكايه طولت. ايوه يا شيخ متولي، طولت قوي. طب وبعدين؟ ايوه يا شيخ متولي، قلت لي وبعدين. الله، مالك يا استاذ عبد المجيد؟ انا شايف في حاجه كده مش تفهمني؟ ايوه يا شيخ متولي، افهمك. العريس مش جاي. يعني يعني مش جاي، صرف نظر عن الجوازه دي، لغاها، غير رايه. هو ليه بعيال؟ ده لو كان عندنا في الريف كان ينضرب بالرصاص. واهل العروسه تضربوهم بايه؟ انتوا ذنبكوا ايه؟ ذنبنا ايه؟ ذنبنا اننا صدقنا وجرينا وجهزنا وخربنا بيتنا، واخيرا حددنا يوم كتب الكتاب وعزمنا الناس واتملت الشقة علينا عالم. كل ده ب2 جنيه. 2 جنيه؟ كمان الدبلة اللي لبسها للعروسة والمهر اللي دفعه. كنا متفقين يدفعوا في كتب الكتاب. والفتحة اللي جراها يا عالم ما كانش حافظها كويس. دماغي يا شيخ متولي هيتفرقع. لا اجمد شوية يا راجل، قوم اقعد ويا الناس، قوم. مش قادر يا شيخ متولي، مش قادر. خبرني، اعمل ايه؟ اقول ايه؟ هو فين قليل الاصل ده دلوقتي؟ تلاقيه على القهوة اللي كنا فيها امبارح. انا هجيبه. تجيبه؟ نعمل بيه ايه؟ يمثل على الناس لحد ما ينصرفوا وبعدين يغور. يا اخي ده ايه ده؟ ما تخافش، الصنف ده زي التاكس، معاه في اجرته تركب. راح يجيب عريس الغفلة يا ست هانم. جلبتك لقاوة عينك، الحقه وافقه، اوعى تضيعه من ايدينا، ده عريس نقطة. لما خليتيني خربت بيتي واستبدلت اخر قرش من معاشي عشان اجهز البنت. اهي جهزت، اسمعي جهاز، ابقي بعيه بقى عند بتاع الرمابيك. يا لهوي، انت بتقول ايه يا راجل؟ بنت حبيبتي حبوط اعصابي. لا انت هتتشنجي، انا ما يهمنيش اعصابك ولا زعيقك ولا اصواتك. الكلب خلاص فنخ الجوازه. فنخ الجوازه؟ يا لهوي يا بنتي. بس يا حبيبتي، بس يا زمان. يا اخوانا وحدوا الله. سيبهم يا شيخ متولي يفكوا عن نفسهم، هي دي مش نكبه، مش مصيبه. ابدا والله ابدا، ده فضل من الله اللي كشف ستره وبين طبعه وندلته قبل ما توجع الفاس في الراس وتبقى مراته بشرع الله. يا راجل احمد ربنا، ده جبلي. انا عمري شفت بني ادم بالشكل ده اقعد اسوم بارع على القهوه عشان يجي معايا هنا يمثل على الناس لحد ما ينصرفوا كأني بشتري منه شروه. 2 جنيه؟ لا. 3؟ لا. 5؟ إلا 5 جنيه ويقبضهم مقدم. أعوذ بالله. وديتهم له ليه يا عم الشيخ متولي؟ دول خسارة في جتته، ما كانش يصح ياخد ولا مليم. والفضيحة يا ست نبيه، الناس اللي كانت مالية الشقة كنا نوديها فين؟ لا والله انا ما تبرد ناري الا اذا رفعنا عليه قضيه. قضيه ايه يا ماما؟ بس هنفضح روحنا في وسط الناس. ما تفضحنا واللي كان. هو في حاجه بتتدارى؟
انتوا فاكرين اللي كان هنا امبارح ما فهموهاش؟ ده كان باين على وشه وعلى ضحكته الصفرة وهو قاعد في وسط الناس. وقعتها زي وشها ام عليا بس اشوفها. وانت يا ماما هتشوفيها تاني، دي لازم عارفة من الاول، وعلشان كده ما جاتش امبارح. مين عارف، يمكن جابت له جوازة تانية. هي مين دي اللي بتتكلموا عليه؟ الخطبة اللي جابته. يعني يعني ما كنتوش تعرفوه من الاول وجابتوا لكم خطبه؟ هنعرفه منين يا شيخ متولي؟ مش الخطبة اللي لازم تجيبه؟ سبحان الله، والله انا لو جه لبنت واحد ما اعرفوش يستحيل اديها له. ما احنا سألنا عليه. سألته مين؟ هو السؤال في الحاجات دي ينفع يا ست ام نبيهة؟ ما يعرفني بالبني ادم الا عشرته، ولا ايه يا استاذ عبد المجيد؟ سيب عبد المجيد في غلبه، انتوا عمالين تتكلموا في كلام فارغ ملوش لازمه. الجوازه خلاص فنخت، لزومه ايه الكلام؟ خليني في غرقتي يا شيخ متولي. بعد الشر يا استاذ عبد المجيد، والله بكره لا يجي لها سيده. انا يستحيل اتجوز بعد كده. ما انا ابني الا سبت مدرستي، انا راجعه المدرسه من بكره. البنت اللي تعتمد على الجواز في الزمان ده تبقى عبيطه. ادي شبان البلد اهم. ايوه دشوا مدرسه ايه وغيره ايه.